خدمات الافراد والتجار. بنتكلم النهارده على الذهب وعن الدعايه المضلله اللي شغاله اليومين دول. دعايه تعمل عكسها على طول، يقول لك انهيار فظيع للذهب، استمرار انهيار الذهب، تعرف انه فاضل له يومين ثلاثه الذهب ويقف عند كده. دي لعبه التجار الكبار والبنوك واصحاب صناديق للاستثمار، ان هما بيشتروا الذهب في الانخفاض ويديك دعايه ان هو يترفع عشان تلحق تشتري، وهيرفعوا لك سنه كمان عشان تروح انت شاري. بعد كده ينزل اهباط ويدوك دعايه تانية مضلله عشان بعد كده تروح انت بايع الذهب وتقول لا ده هينزل انهيار وانهباط وهبوط سريع وهنخسر فلوسنا كلها، تروح انت بقى بايع الذهب اللي معاك. لعبه الكبار. ودي كان النقطه دي كان لازم اقولها في فيديو، ولا اعمل مونتاج ولا النقطه دي كان لازم اقولها. التصريح اللي موجود حاليا استمرار الانهيار لارقام فظيعه، لا مفيش انهيار. ففي سؤال جالي برضو، هشتري ذهب ولا ابيع ذهب؟ ولو انا معايا السؤال اجابته بسيطه. انت معاك ذهب، طبعا لو بعته دلوقتي هتخسر بالنسبه للسعر اللي انت شاريه 21 2600 2500. هتيجي تبيع ذهب هتخسر فيه. لا، اللي معاه ذهب هيستنى سنه. اللي عايز يشتري ذهب، احنا النهارده 7 يونيو، اللي عايز يشتري ذهب الايام اللي انا بنزل فيها الفيديو النهارده اهو، اللي عايز يشتري دهب فاضل يومين 3 عن الانخفاض ده. سيبك ان هو استمرار الانخفاض والانهيار الفظيع، لا يومين 3. طب السؤال برضو جالي، ايه السعر اللي اشتري عنده؟ من 2000 ل 2100 عيار 21. طب انا جالي سؤال، اشتري سبائك ولا دهب مستعمل كسر يعني، ولا اشتري ايه؟ طبعا السبائك فوق ال 100 جرام لو تقدر تشتري، لان نزلوا عليها الضريبه والقيمه المضافه فسعرها بقى زي المشغولات. طبعا كسر الذهب او الذهب المستعمل تشتريه، بس بشرط واحد، انه يكون من مكان مضمون تشتري منه الكسر. بتبقى المصنعيه 30 جنيه يعني 50 حسب كل محل. طب انا رايي انا هعمل ايه؟ انا هعمل حاجه واحده، واللي عايز يعمل برايه سبايك فوق ال100 ذهب مستعمل كسر ذهب، يعني ان جنيهات الذهب سعرها في النازل لمده يومين 3، وعندي فرصه ان انا اخش كذا محل 5 6 محلات 17600 17550 هينزل هيبقى 17000 مثلا و400 اروح شاري. لان واسال عن الكاش باك بتاع المحل، لانه دايما بيبقى كل محل كمان مختلف. فايه المانع ان انا اخد لي جوله عشان اعرف ان انا احط فلوسي فين؟ يبقى انا بنصح جنيهات ذهب. تاني حاجه بنصح بيها كسر الذهب، سبائك فوق ال 100 جرام. وطبعا لو انت جاي من بره، لو انت ليك حد بره يشتري لك ذهب وهو جاي، فدي الاسئله اللي كانت موجوده حاليا. يقول لك تركيا بتبيع الذهب، اوزبكستان بتبيع الذهب بتاعها، بتعمل سيوله عشان تدخلها في مشاريع. طب ما البنوك فاتحه شراء الذهب، فلعبه الكبار دي بروباجندا مالهاش دعوه. احنا اهم عامل عندنا بيأثر في مصر القوه الشرائيه. طبعا بعد العيد مفيش قوه شرائيه، هيرفعوه ازاي؟ وشهرين 7 و8 في الغالب بيبقى فيهم انخفاض، غير ديسمبر ويناير يعني بيبقى فيهم انخفاض ملحوظ. فانا اشتري اليومين دول. سيبك بقى نقول لك لسه هينزل والانهيار مفاجئ. لعبه الكبار يشتروه وبعد كده يفضلوا يعلوه، يقول لك هيعلى تاني ويديك 100 جنيه 50 جنيه زياده، فانت تقول لا ده هيعلى فعلا وهينفجر في العلو، تروح شاري بالسعر الغالي ويروح منزلينه تاني ويديك دعايه ان هو مستمر في الهبوط، هيستمر اكتر، ويسحبوا الذهب تاني، يسحبوا ويبيعوا. دي لعبه الكبار، البنوك وصناديق الاستثمار. فاحنا النصيحه دي انا جبتها لكم، ما يهمنيش طول الفيديو. تشتري اليومين دول السعر ده اشتري عنده عيار 21 من 2100 ل 2000 في الرينج دوت. اما تلاقيه عند السعر ده اشتريه. هيقول لك انهيار دوت عشان تخاف وان فلوسك هتروح وتروح بايع الذهب وساحبينه منك. لعبه الكبار انا لخصتها لكم. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. السلام عليكم. قناه مسك الخدمات الافراد والتجار تتمنى منكم عمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.